يا مساء الفل، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نكمل إعدادات المتجر. خلصنا الفيديو اللي فات واللي قبله إعدادات المتجر اللي هي أول صفحة. تعال النهاردة نخش على الصفحة التانية اللي هي سياسات المتجر. هنا بيظهر عندي حاجتين. أول حاجة المعلومات الأساسية. لو أنا عايز أظهر معلومات عني للناس أو للزوار. الحاجة التانية هي بعض السياسات زي سياسة الشحن أو الاسترجاع أو الدفع عند الاستلام اللي أنا أقدر أعرضها في مكان مختلف داخل الستور بتاعي. طيب واحدة واحدة. أولا نبدأ بالأولانية اللي هي المعلومات الأساسية. في الطبيعي أنا لو نزلت تحت كده في الفوتر، الجزء اللي تحت ده بيكون اسمه فوتر. يعني لو أنت ما تعرفش، يعني أي ويب سايت في الدنيا في جزء فوق اسمه هيدر أو هيدر وتحت اسمه فوتر. يعني ده في الهيد وده في الفوت بالبلدي، راس ورجل. فده الراس اللي هي هيد فاتعمل منها كلمة هيدر أو الهيدر، وتحت فوتر جاي من فوت يعني فوق وتحت خالص. طيب لو نزلنا كده على الفوتر تحت هتلاقي فيه سياسه خصوصيه مش عارف ايه بتاع مفيش هاو تو كونتاكت اس. يعني لو انت براند، لو انت ويب سايت يعني محترم ومستعد ان انت تكلم العملاء والعملاء تكلمك وتتواصل معاه، فاتح الشانل او فاتح الباب ان انت الناس تتواصل معاك على ايميل، على تليفون، على واتساب، يلا بينا. لو انت ليك مقر شركه وبتاع شغال في النور مش شغال تحت السلم، تقدر تعرض هنا في الفوتر هاو تو كوميونيكيت او هاو تو كونتاكت اس، ازاي الناس تتواصل معاك. فممكن تحط البريد الالكتروني، تحط رقم الهاتف، تحط عنوان الشركه. يعني مثلا هنقول والله البريد الالكتروني بتاعنا info@طقطق كورس مثلا. لو انت عامل لو انت عامل الايميل ده فعلا يعني دوت كوم، او حط ايميل جيميل وان كنت طبعا يعني طبعا لو انت بروفيشنال اكتر مش هيبقى ايميل جيميل، هيبقى ايميل بالمنظر ده انفو او ايا كان، او كونتاكت اس مثلا اسم الدومين بتاعك. طبعا هيبقى الموضوع اكثر احترافيه. يعني ما عندكش خلاص ماشي يا عم، انت مثلا الستور بتاعك اسمه طقطق مثلا، فهتروح مثلا تعمل ايميل اسمه طقطق ستور مثلا @gmail.com. المهم ان هو يكون في ايميل يظهر للناس تقدر تتواصل معاك على الايميل، كمان تقدر تتواصل معاك على الهاتف. مثلا ده الرقم بتاعك، عنوان الشركه، والله احنا فاتحين مثلا في الدقي مثلا في الجيزه، في الدقي في شارع مش عارف مثلا التحرير عمارة رقم يعني تمام. يعني طبعا ما تأفورش يعني، لا مش أمام المنزل يوجد محل يبيع أسماك، يعني مش الدرجات دي يعني. فممكن مثلا نقول والله هو مثلا رقم 60 شارع التحرير مثلا الدور الثالث مثلا. خلاص يبقى هيروح على العنوان ده، وافعل دي من فضلك الاول، وبعدين اروح اقول له حفظ. فلما اجي هنا ارفرش وابص على الفوتر بتاع الويب سايت، انزل تحت هلاقي ظهر الهاتف، ظهر البريد الالكتروني، ظهر العنوان. وكمان البريد الالكتروني والهاتف بيبقوا كليكابل، يعني هو لو فتح من على الموبايل لو عمل كليك كده هيفتح له ان هو يبعت ايميل على الايميل ده، لو عمل كده من الموبايل هيفتح له ان هو يكول على طول الرقم ده. فلو انت عاوز ده يظهر يبقى حاجه ظريفه جدا. طيب دي اول جزء اللي هي تفعيل او اللي هي بيانات المعلومات الاساسيه عنك اللي هي التليفون والايميل والعنوان. الحاجه الثانيه، الطبيعي ان في اي ويب سايت في الدنيا بيكون في حاجه اسمها سياسه الخصوصيه. طبعا دي احنا احتاجناها لو تفتكر واحنا بنعمل الاعلانات بتاعت الليد جنريشن والبيكسل والكلام ده. لازم يبقى عندك في الويب سايت، لازم يكون في عندك حاجه اسمها البرايفسي بوليسي، هي حتى معموله بالانجلش صح، برايفسي بوليسي. سياسه الخصوصيه، ان احنا موقعنا بيحترم الخصوصيه بتاعتك بيسعى لحمايه بياناتك الشخصيه. الكلام ده لازم يكون موجود عندك عشان يبقى الدنيا بتاعتك مظبوطه. يعني سياسه الاستبدال والاسترجاع، سياسه الشحن، طبعا احنا هنشوف دلوقتي الحاجات دي كلها تتعدل منين، ولكن الاوبشن ده بيعمل ايه بقى؟ بص، الاوبشن ده بيخلي المكان الاصلي اللي بيظهر فيه السياسات دي فين؟ يا اما في الهيدر فوق، ممكن تحطهم هنا كده فوق، يا اما تحت خالص في الفوتر. يعني الراجل لو داخل على المنتج، فالطبيعي ان هو بيبراوز كده ويقعد ينزل ويتفرج على الداتا وبتاع، وممكن ينزل تحت خالص لحد ما يدور على سياسه الشحن اللي هو بتشحنه في كام يوم. طبعا هشرح لك الفيديو القادم ان شاء الله ازاي نعدل الكونتنت ده، بس مش موضوعنا دلوقتي. الاستبدال والاسترجاع، بتستبدله وتسترجعه ولا لا؟ خلال كام يوم عمل؟ لو المنتج بايظ، ولا لو مش بايظ ممكن ارجعه عادي.
انت من حقك انك تحط البوليسي بتاعتك بما يتوافق مع قانون حمايه المستهلك. انت المفروض تكون شغال محترم، شغال شغل ابن ناس، مش شغال تحت السلم، مش اضرب واجري ويجي العميل اللي يقول لك انا عايز ارجع تعمله بلوك. طبعا مفيش الكلام ده، ما ينفعش. لو انت عايز تكبر يعني لو عايز تكبر طبعا ما ينفعش تعمل كده. طيب تاني عشان ما نتوهش، انا توهتك، انا اسف معلش. المكان الطبيعي للسياسات دي بيكون فين؟ تحت خالص. طيب هو الراجل اصلا هل لازم ينزل تحت خالص وهو بيشتري؟ لا، ده هو ممكن يعمل كده، يعمل كده، يدخل كده كده كده، اضغط هنا للشراء. هل الراجل شاف سياسه الاستبدال والاسترجاع؟ لا. هل شاف سياسه الشحن؟ لا. هل انت عايز تطلعها له في حته تانية تبقى بارزه او ظاهره شويه؟ عايز اعمل كده. اعمل كده منين؟ من هنا يا باشا، سياسات المتجر، وتروح على سياسه الشحن، سياسه الاسترجاع، سياسه الدفع عند الاستلام، وتكتب فيها اللي انت عايزه. يعني مثلا هاجي اقول لكم هنا مثلا سياسه الشحن، هعتبر ان دي سياسه الشحن، هعتبر كده، واكتب هنا سياسه الشحن مثلا، او الجمله اللي انت عايزها. تعالى برضو هات لي مثلا سياسه الاستبدال والاسترجاع. هفترض ان دي، طبعا انت هتصيغ الكلام ده بما يتوافق مع شغلك انت. تكتب هنا برضو سياسه الاسترجاع، وتعملها هنا، وتروح تعمل ايه؟ حفظ. كده ايه اللي هيحصل؟ السياسات دي هتظهر فين غير ان هي مكانها تحت خالص زي ما هو؟ جوه المنتج نفسه. جوه المنتج نفسه فين راحت؟ سوي ريفرش كده اهي يا باشا. جوه المنتج نفسه هيظهر سياسه الشحن، يقدر يكليك عليها كده، وسياسه الاسترجاع يقدر يكليك عليها كده ويفتحها. بيكون مقفوله باي ديفولت، عشان طبعا هو لو مفتوحين الاثنين هيخلوا الشكل بتاع الصفحه ايه؟ سيء، خصوصا لو فيها كلام كتير. طبعا انا ما بنصحش انك تحط كلام كتير. حط هنا جمله واحده، هنا جمله واحده، جملتين، شكرا. يعني مش عايزين اكتر من كده. ممكن اصلا تحط لينك، يعني ممكن تقول له لو عايز تقرا اكتر تعال كده على الجمله دي كده، واديها يا باشا لينك من هنا، وحط له بقى لينك الصفحه الكبيره اللي فيها سياسه الاستبدال والاسترجاع مثلا. يعني هم عامل كده سيف، هفترض يعني طبعا بحط اي حاجه في اي حاجه، بس الكونسبت العام يعني انا حطيت دي فين؟ في الشحن. فارجع تاني كده على المنتج اهو، ظهر هنا اهو سياسه الشحن، واقدر ان انا احنا حطينا فين اللينك؟ يا رب بس يكون بيظهر. لا ما بيظهرش. طيب ماشي، ما علينا، مش مشكله. الخلاصه يا صديقي انك تقدر تظهر السياسات اللي انت عايزها، سواء سياسه الشحن او سياسه الاسترجاع، داخل المنتج نفسه، والعميل بيقرا الداتا بتاعت المنتج لو انت عايز تتاكد ان العميل قراها بالفعل. طيب ايه كمان ممكن؟ كمان قلبت اهي، احنا كناش عاملين ريفرش تقريبا، قلبت اهي. ممكن بقى ابقى اكتب له هنا لو انت عاوز تقرا اكتر، اضغط هنا واضغط هنا، يفتح لي سياسه الاستبدال هي مظبوطه صح كده، اشتغلت زي الفل اهي، تمام. طيب كمان ممكن احط له سياسه الدفع عند الاستلام، برضو ممكن احط له هنا كلام عن سياسه الدفع عند الاستلام مثلا، وهنا لازم افعلها او اشغلها. يعني ممكن ان انا ما افعلهاش، يعني معاك اوبشن انك تقفلها خالص، فبراحتك. اشمعنى دي؟ عشان انت ممكن يكون شغال على متجر ما فيهوش اصلا دفع عند الاستلام، فانت عايز تعرض له ده ليه؟ فخلاص يعني، فممكن تقفلها خالص، او ممكن تقول له مثلا ممكن تخلي بقى اسمها سياسه الدفع اونلاين مثلا، ان احنا والله بنقبل الدفع اونلاين وما عندناش دفع عند الاستلام، وانه بلا 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 بلا، وان انت عندك ضمان كامل وامان كامل ان احنا كارتك البنكي في امان. يعني اكتب له اللي انت عايز تكتبه له، ونسوي ريفرش. سوري انا اسف، الاوبشن تعطيل انا اسف، يعني المفروض ان انا ابقى قافله. الاوبشن تعطيل، يعني لو فتحته ما يطلعهاش، اقفله يطلعها. اعمل حفظ، سوي ريفرش، ظهرت هي يا باشا سياسه الدفع اونلاين. الكلام اللي انا كتبته هيظهر هنا. تقدر طبعا انت تخليه بقى بولد، وتخليه في النص، وتديله حجم، بس طبعا يعني انا ما انصحش انك تعمله كده، ما ينفعش يعني، مش ظريفه خالص، خصوصا لو الراجل فاتح من الموبايل، هيبقى الوضع مش الطف حاجه يعني ده منظر بذمتك، فيعني طبعا لا يعني. لكن تقدر بس مثلا تخليه هيدنج 4 أو 5 مثلا، تخليه بولد مثلا بس اخرك، وهكذا يعني. طيب يبقى دي شكل السياسات اللي ممكن تظهرها داخل الصفحه بتاعه المنتج نفسه، لو انت عاوز تتاكد او تطمن ان العميل هيقرا الحاجات دي وهو بيشتري. مش عايز كل الكلام ده،
اقفل كل الكلام ده يا ريس من هنا واعمل حفظ، والموضوع خلاص اعتبره كأن شيئا لم يكن، مش ظاهر ومش موجود هنا. كده احنا عملنا سياسات المتجر. طب بالمره عايزين نعدل بقى الكلام اللي مكتوب جوه سياسه الاسترجاع والاستبدال، يعني عايز اعدل بقى الكلام اللي جوه الصفحه دي. اعمل ايه؟ هتروح هنا على بسم الله الرحمن الرحيم، الصفحات. فهتلاقي هنا 4 صفحات: سياسه الخصوصيه، سياسه الاستبدال والاسترجاع، سياسه الشحن، شروط الاستخدام، اللي هم ال4 اللي موجودين تحت هنا. تقدر انت تقرا واحده واحده من دول. يعني مثلا والله في الاستبدال والاسترجاع مكتوب ان هو حق مضمون، جميع المنتجات قابله للاسترجاع، يتم الموافقه عليها في 3 ايام، المندوب يوصل من خلال 3 ل 5 ايام. خلاص يعني يرجى ارسال رساله عبر تطبيق الواتساب. عايز بقى تعدل الكلام ده، مثلا عايز تقول ايه؟ يرجى ارسال رساله عبر تطبيق واتساب على الرقم ده مثلا. فتروح هنا على سياسه الاستبدال والاسترجاع وتعمل تعديل، وتروح اهو يرجى ارسال رساله عبر تطبيق الواتساب على رقم 010035456778، الرقم الموضح. هشيل بقى مثلا دي كده واقول له حفظ. فلما اجي كده اعمل ريفرش خلاص اهو تم. لسه مثلا ما عادش. حاضر، نتاكد ان احنا عدلناها. ماشي تمام مظبوط اهو يا باشا، على رقم مش عارف ايه، ارسال رساله على طريق واتساب على رقم كذا من اي طلب الاسترجاع والاستبدال. يبقى انت تعرف تعدل المحتوى اللي انت عايزه من هنا. وممكن طبعا بقى تخليها نشطه او غير نشطه، تظهر في الهيدر ولا لا، تظهر في الفوتر ولا لا، زي ما انت عايز. عايز مثلا تخلي دي مش شغال. انا يا باشا انا راجل حرامي يا باشا وما عنديش استرجاع واستبدال، هو عامل كده خلاص. خلاص انا مش هخليها نشطه اصلا، مش شغاله. ممكن كمان اخفيها خالص، ان هي ما تظهرش في الهيدر والفوتر. يعني هي هنا لسه بتظهر اهي، لا يا باشا انا هخليها مثلا ما تظهرش ولا في الهيدر ولا في الفوتر، واقول له حفظ. خافتها من الويب سايت خالص، بص اختفت اهي. فمن هنا من الصفحات تقدر تعدل المحتوى اللي جوه سياسه الخصوصيه، سياسه الشحن، شروط الاستخدام. تقدر تعدل كل الكلام الظريف ده بما يتناسب معاك. و حتى هنا بيطلع لك كده جدول، هي طالعه في الهيدر ولا لا، طالعه في الفوتر ولا لا، نشطه ولا لا، مشاهده لو انت عايز تعمل لها مشاهده عشان تتاكد ان هي فيها الداتا اللي انت حاططها مظبوطه، ولا عايز تعديل، وهكذا. اعمل كل الكلام ده من هنا. يبقى احنا النهارده شرحنا سياسات المتجر، ازاي نطلعها جوه البرودكت بيج، وشرحنا كمان ازاي نعدل على محتوياتها او على محتويات الصفحات. اشوفك الفيديو القادم ان شاء الله على الف خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.